قصة مرعبة من قلب وسط البلد. شقة كل اللي دخلها عمره ما خرج زي ما دخل. لو قلبك جامد دوس لايك واشترك عشان نكمل الحكاية. في سنة 2020 بعد سنتين من حادثة العمارة ظهر اسم صحفي شاب اسمه كريم نادر. شاب بيشتغل في جريدة إلكترونية اسمها صوت العاصمة. كان متخصص في التحقيقات الغريبة، قضايا اختفاء، أماكن مهجورة وأساطير الناس بتخاف منها. سمع عن العمارة المسكونة في وسط البلد بعد ما شاف منشور على فيسبوك من واحدة اسمها سارة بتقول فيه: اللي كان معانا في الشقة مش كريم، كان حاجة تانية. الكلام ده هو اللي شد انتباهه. بدأ يدور ورا الموضوع بنفسه وجمع كل التفاصيل اللي قدر يوصلها من محاضر الشرطة ومن سكان الشارع نفسهم. أول زيارة في يوم 5 يناير 2020 راح كريم بنفسه العمارة. كانت مقفولة من سنين، بس الباب الحديدي الرئيسي كان مفتوح شوية، كأن حد دخل قبله بوقت قصير. دخل ومعاه شنطة فيها كاميرا، كشاف، ومسجل صوت. كان ناوي يصور كل حاجة لحلقة وثائقية لقناته الصغيرة على اليوتيوب. أول حاجة لاحظها كانت السكوت الغريب، ولا صوت عربيات ولا نسمة هوا، كأن العمارة بتبلع الأصوات. السلم كان مهجور بس نظيف بشكل مريب، كأن في حد بيكنس هناك كل يوم. وبمجرد ما وصل للدور الخامس كشاف اللي معاه بدأ ينور ويطفي لوحده. الشقة الباب كان متقفل، بس لما لمسه فتح بسهولة. دخل جوه وهو بيصور وبصوته قال في التسجيل: الجو هنا حر بس الهوا بارد. غريب شم نفس ريحة البخور والحديد اللي وصفها مروان قبل ما يختفي. الأوضة كانت زي ما هي، شمع متناثر على الأرض، والمراية القديمة لسه متعلقة في مكانها، بس المرة دي فيها كسر صغير في الركن اليمين. كريم قرب بالكاميرا وشغل مسجل الصوت. فضل ساكت دقيقة كاملة علشان يسمع أي صوت. في التسجيل اللي اتسرب بعد كده في الدقيقة 1:34 ظهر صوت خافت بيهمس اسمه: كورينما. وقف مكانه مجمد، سحب الكشاف ولف حواليه. مفيش حد، لكنه سمع الصوت تاني من ناحية المراية. قرب منها، شاف انعكاسه، بس المرة دي كان في ظل تاني وراه واقف ثابت مش بيتحرك زيه. هو لف بسرعة يشوف مين، مفيش حد. رجع بص على المراية، الظل اختفى. بس في اللحظة دي سمع نفس تقيل جدا جنبه على ودنه اليمين، وبعدين صوت واطي جدا بيقول: ما تكملش. الباب اتفتح تاني. الكاميرا اللي كانت بتسجل وقعت على الأرض. آخر 3 ثواني من التسجيل كانت غريبة، فيها صورة سريعة لرجله، وبعدين خبط قوي وصوت زي حديدة بتتسحب على الأرض، وبعدها التسجيل وقف فجأة. بعد 4 أيام الشرطة لقت كريم نادر جوه نفس العمارة، قاعد في نفس المكان اللي لقوا فيه مروان قبل كده.